انا مسميها سيستم اليوترن. لما الواحد يكون بياخد قرارات في حاجه، محتاج ضروري جدا 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 انه يبقى عنده قدره المرونه، عنده قدره في ان هو يلف ويرجع تاني. اول لما يلاقي نفسه بيفكر في حاجه وعايز يعني يعمل فعلا فيها الخير، محتاج يعيد النظر فيها قبل ما يدب صباعه فيها كده، ويفكر تاني ايه اللي هو عمله، سمع في ايه، انا عندي شركة ولا لا في القصة دي، انا هاخد يوتيرن معناها ايه، معناها ان انا طبقا لاعتقادي ان انا كده هفق وبرجع في كلامي والناس هتدوس عليا، ولا ان انا بني ادمه مرنه، وان انا بني ادمه واثقه من نفسي وتقيله كده مع نفسي وفاهمه، وعارفه ان انا كل 10 دقايق ممكن جدا اعيد النظر في حاجه، فاقدر اشوف لها وجهه نظر تانية مختلفه. يعني الكوين زي ما احنا عارفين كده دايما عندنا ايه، وجهين للعمله، فيمكن اكون المره دي مشوفتش مثلا الوجه الاخر. الكلام ده لمين؟ مسؤولة عن أطفال، لو أنا أم، لو أنا أب، لو أنا جد بجدة، لو أنا برنسبل مدرسة، لو أنا مديرة، لو أنا مدير، كل الحياة دي كلها تحت أمري. كل الكلام ده كله محتاج يتبع السيستم بتاع اليوتيرن. لو كل الناس اللي involved اللي متدخلين في أي حاجة ليها دعوة بشخص آخر، دايما بخص في المواضيع دي أي حد بيتعامل مع أطفال، يمكن يكون الوجه الآخر ده أي شيء أثر في المحيط، تغيرات، فبالتالي لازم اشوف الحاجه بشكل مختلف، لازم اعمل حسابي ان انا اتعامل معاها بشكل مختلف. كل شويه هيحصل ده، مفيش حاجه اسمها ان هي الدنيا ثابته زي ما هي، كل شويه. عشان كده في التشينج او في استراتيجيات التغيير لازم يكون كل شويه في اعاده النظر، في ريفيو لازم يتعمل، في اعاده النظر على الحال اللي دلوقتي واللي كنا فيه قبل كده، والتارجت بتاعنا، هدفنا ايه من القصه. مش بس هدفنا، كمان احنا هنعمل ايه، الجزء بتاع السعي بتاعنا، الاكشن، الحركه، ايه اللي انا هعمله علشان ابقى رايحه في اتجاه التارجت، ما بقاش بس مجرد ان انا بلوم الحاجات اللي حواليا او بلوم الناس او عماله بشتغل على المحيط وبنسى نفسي اللي هي اصلا الشخص اللي فاعل القصه وباخد القرارات. انا الشخص اللي هيقرر، محتاجه ابص على افكاري، محتاجه ابص على ايه اللي خلى افكاري دي تكون موجوده، وايه اللي هيزق الافكار. غالبا بتكون مشاعر معينه موجوده عندي او افكار بتزق مشاعر في الاخر بتوصلني للقرارات اللي انا هاخدها. فاكرين الفيديو بتاع الزرعه؟ هتلاقوا اللينك بتاعه في الكابشن، هناخده كمثال. تعالوا نكمل. لو احنا بنتكلم بقى على حاجه بسيطه جدا، مثال بسيط، انا هدفي ان انا اخلي الزرعه دي تفضل مكمله، انا عايزاها تكمل عشان تديني الحاجه اللي هي ممكن تديهاني من ريحه حلوه مثلا، او زهور مثلا، او انها تكون مدياني بس الشكل العام اللي هو عندي زرعه في البلكونه. يعني حسب هدفي وحسب نيتي وحسب اللي انا عايزه اخده من الشيء او من الشخص اللي انا بتعامل معاه، حسب الديل، الشراكه اللي ما بيني وما بين الشخص او الشيء اللي قدامي، حسب الجول، الهدف اللي انا عايزه اوصل له، بمراعاتي للزرعه. يعني شريك حياه، يعني اولاد، يعني الناس اللي هم موجودين تحتي في المنظومه. يعني لو انا المكان بتاعي مثلا مسؤوله عن اطفال، يبقى الاطفال هم دول الناس الشركاء معايا في الشركه، انا مش لوحدي. انا لازم احط زرعه في القصه. ليه بقى؟ انا حره اعمل اللي انا عايزاه، الحاجه اللي هتامني انا لوحدي. هي دي النيه اللي بنتكلم عنها. لو انا دخلت في زرعه وكنت غشيمه وخدت الافكار التقليديه الطبيعيه اللي انا عارفاها اللي هي الاي بي سي، وقلت اي ورقه شجر واي غصن ناشف انا هشيله واقصه، هل كان هيبقى عندي اوبشن ان انا يطلع لي خير تاني؟ بجد سبحان الله والله. يعني هو ربنا بيعمل حاجات كده بسيطة ومحتاجة البني آدمين يتدبروا ويتفكروا ويبصروا ويعملوا شوية حاجات كده. احنا المحيط اللي حوالينا للأسف ما ساعدناش ان احنا نستمر نعملها. واضح انها حاجات اصلا طول عمرنا هتبقى يعني هتتخبط. يعني كل عصر هتلاقي فيه حاجات بتشتغل على انها تموت الحاجات دي، انك تبصر، مش تشوف بعينك، انك تشوف حقيقي، انك تفهم، تدرك، تستوعب، انك تبقى عندك مرونة في ان انت تشوف الحاجة بكذا شكل، انك ما تبقاش عندك خزي انك انت قاعد جنب الزرعة وبتبص على حاجات هتسميها تافهة بالنسبة للكون واللي بيحصل فيه والبلاد والدمار والناس اللي مش عارفة تاكل وانت اللي مش عارف تاكل، والغلو الاسعار وتحطيم الامال اللي في موجود في كل حتة في الدنيا، والشغل والصراعات والناس والاكتئابات وتدمير المشاعر. ومش هينفع اتكلم عن المشاعر عشان مبقاش ضعيفة او ضعيف، وكل العك كده اللي بيتسمى لعب ولهو. يعني
ده الدنيا. أوكي؟ ففيها شويه العاب كده، جيمز. فلو انت او انتي فكرتي ان القعده اللي انتي هتعمليها جنب الزرعه، وانك تبصي للتفاصيل، وانك تاخدي بالك انه بيطلع الروح، بيطلع الروح، بيدب الروح من جديد في حاجه ميته، وتخيلنا ان دي تفاهه مقارنه باللي احنا بنخوض فيه، عقلنا هيكون بيتمرن على اتجاه ما بيساعدش الانسان انه يتدبر، بيخليك تبقى رايح ناحية انك تبروسس او تشتغل من غير ما تقف لحظات وتاخد في بالك شوية حاجات، وتعمل حسابك عليها، وتمرن نفسك عليها، وتفهم بشكل منطقي، تمنطق الامور، وفي الاخر تقوم واخد قراراتك. فانت ممكن تبقى ماشي في حياتك واخد قرارات عادي جدا، والقرارات دي ممكن تبقى سليمة بالنسبة للمجتمع اللي انت فيه، يعني مثلا مؤسسة معينة، شغل، حياة، بيت، كل الكلام ده ممكن تبقى في وقت معين انت شاطر في الحتة دي، فتبقى واخد بوزيشن كويس مثلا، بس انت ما خدتش وقتك في ان انت تتدبر الامور، فتفهمها وتعقلها. فانت ماشي على زي قديمه، على زي ما انت كنت قبل كده مثلا من 20 سنة او من 10 سنين، او لقط الحاجات من الناس اللي انت شفتهم في الحياة فعجبك طريقتهم عشان هم نجحوا مثلا، فانت اخدت الطريق ده عمياني كده ما شاء الله، عمياني من غير اي حاجة، من غير ما تفهم، ما تسيبي المسلمات في حالها. المشكلة هذا ما وجدنا عليه آباءنا، احنا تمام، انا تمام كده، تقلقينيش بقى هتخليني بقعد افكر بقى واقعد اشغل نفوخي وبتاع، كفايه انا فيا اللي مكفيني بصراحه، وهيتقال عليا اوفر ثينكر، انا مش ناقصه. هنمشي في الرحله واحده واحده، مفيش مشكله، يلا بينا نكمل وربنا يسهل. كنا بنتكلم على النفس وازاي اتكونت، واحنا بنتكون من الحاجات اللي احنا بنشوفها في الدنيا. تعالوا نكمل. فبالتالي بقيت ماشي وعمال تستلف من اللي جنبك، تستلف من اللي جنبك، تستلف من اللي جنبك، لغايه لما في الاخر خالص انت ما بقتش يور سيلف، انت بقيت تجميعة ناس، بس حتى السيلف بتاعتك ما اتكونتش بقرارك، لانك انت مش قادر تقف تتدبر وتاخد بالك وتاخد قرارات، واخد بالك وانت بتاخدها وعن وعي. صباح الفل.